حتى من باب تهذيب هذه العلاقات وتماسكها قال اذكروا إخوانكم إذا غابوا عنكم. هاي الحالة احنا نعانيها. الإنسان الشيطان يغويه، نفسه أيضا تغريه، وهي كما تعلمون ميالة إلى السوء، تحب اللهو واللعب. ومرات عندنا حالة احنا نشوفها. أتذكر بالجامعة كان هاي الكلمات نسمعها لما يجي المتدين شو يقولون؟ اوه جت الفترة الدينية، يجي واحد يضحكهم، يا هلا راح يضحكنا ويفرحنا. احنا لا ندعو المؤمن ان يكون عبوسا قمطريرا ويكون دائما شاحب الوجه، بالعكس هذا مو صحيح. المؤمن رحمكم الله هشون باش بشره في وجهه، ابتسامته في وجه اخيه، الكلمات الطيبة، ولكن اكو معادلة كنا نفهمها. شوف الإمام شو يقول: اذكروا أخاكم إذا غاب عنكم. بأي شيء المفروض تذكره؟ بأي شيء؟ بأحسن ما تحبون أن تذكروا به إذا غبتم عنه. هاي ترى احنا في الحقيقة ربما هي من السلبيات التي يتلبس ويقع ويفعلها كثير من المؤمنين. اليوم قاعد وياك ويسولف وياك، بس غاب عنك انت شو تسوي؟ بدل ما ان تبحث عن اماكن الجمال وعن اماكن الكمال وعن اماكن الكلمات الطيبة فيه، وين تروح تدور على بعض الخلل في اخيك. هذا مو نقوله ترف، هذا نقوله حقيقة. امير المؤمنين عليه السلام الى كلمة عجيبة كل احنا نقع فيها شباب، مشكلة نقع فيها الآن دائما في حياتنا شباب. أمير المؤمنين ينبه عليها في علاقاتنا، يقول يرى بعيننا احنا شو نشوف؟ يرى القذى في غيره ولا يرى جذع النخلة في عينه. أمير المؤمنين يقول لا يا أيها الشاب، يا أيها المؤمن، يا أيها الإنسان، لا تدور معاي بالآخرين، لا تكن منقبا وباحثا عن صغائر الذنوب عند الناس. شو لك علاقة؟ ابحث عن من؟ عما فيك. لذلك ايش قال أمير المؤمنين؟ طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الآخرين. احنا بالعلاقات احنا هذا، اما نبحث عن عيوب الناس وندور المشاكل ونحبها صراحة، واما ان نبحث عن حسناتنا. الإمام يقول كن بالعكس، كن على نفسك بصيرا مراقبا مدققا محذرا، ولا تكن على الآخرين هكذا، بل كن على نفسك. شوف الإمام شلون يقول يرى القذى الشيء البسيط. والله اليوم مصطفى سوى كذا حركة، شنو هذا؟ ما عجبتني. اليوم فلان هيك باوع عليه، مو صحيح. وتشوف تدقق على اللحظات والكلمات والحركات. هاي طبيعة الإنسان. بس لما تقول له ماذا رأيت في نفسك، شفت بنفسك، راح يذكر الخير. شوف الإمام ايش قال: يرى القذى في غيره ولا يرى جذع خطأ كبرى بعينه ما يشوف، ولا يرى جذع النخلة في عينه. هاي أيضا من المشاكل الكبيرة.